الجولة التانية من الدوري الإنجليزي شهدت مفاجآت ونتائج، برضو أداء الفرق ما تحسنش بنسبة كبيرة نفس الجولة الأولى بالظبط. بعض الحاجات حصلت فيه مفاجآت، وطبعا أداء الفرق ما تحسنش أوي. أول ماتش كان عندنا تشيلسي، كان فاز على ويست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف في مباراة 5 أهداف، شهدت 5 أهداف كتيرة. 3 أهداف من ركنيات. حارس المرمى بتاع ويست هام عامل كوارث، ودفاع ويست هام كان سيء جدا. 3 ركنيات بالتخصص بالنمط، نفس الشكل نفس كل حاجة. 3 أهداف في مرمى ويست هام، والماتش ده كان خارج الأرض. تشيلسي قدرت تفوز بخماسية بعد التعادل في أول جولة. الماتش التاني كان ديربي قوي جدا، كان ماتش تكسير عظام. هو مش ديربي، كان ماتش يعني يعتبر زي ماتش قمة بين مانشستر سيتي وتوتنهام. طبعا توتنهام بالمدرب الجديد توماس فرانك اللي عمل فريق محترم، شابوه يعني، بيتحسن كل ماتش عن الماتش اللي قبله، وعامل فرقة منظمة، بيهاجم وبيلعب بتمركز قوي جدا ونظام في خط الدفاع. يعني عامل تشكيلة كويسة. كان بيلعب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، اللي تحس بيب جوارديولا في عنده مشاكل تكتيكية، مش مركز مع الفريق، مش مركز في تطوير اللعيبه، مش مركز في التكتيك بتاع الفريق والمراكز. كل لعيب بيلعب في مركزه. عنده بعض المشاكل الكتيرة، عنده مشاكل دفاعية، وعنده مشاكل في حراسة المرمى، وعنده مشاكل في الهجوم. كان بادئ بعمر مرموش وهالاند. طبعا الاثنين، عمر مرموش مش مهاجم صريح، عمر مرموش بيلعب تحت راس الحربة، وبرضه مش صانع العاب، محتاج صانع العاب يوصله. هو مش مهاري قوي بس بيعرف يشوط الى حد ما. فكان طبعا عمر مرموش جات له 4 فرص ضيعها كلها. 4 فرص بالمناسبة، 2 منهم يعني جوان من 4 فرص جوان مؤكدة، بس 2 بنسبة كبيرة جدا يبقوا جوان. فضيع الاهداف كلها. وهالاند نفس الفكرة، جات له كام فرصة طبعا، بس برضه في مشاكل في نص الملعب، وفي مشاكل في الباك اليمين. مانشستر سيتي من وجهة نظري عايزه باك يمين، ومحتاجه طبعا خط الوسط يتحسن اكتر من كده، ومحتاجه صانع العاب، لان مفيش. الهجوم بتاع مانشستر سيتي سيء جدا، ما كانش عارفين يوصلوا ويخلقوا فرص اكتر، بعكس لما كان دي بروين موجود كان فرقه مختلفه خالص. فمفتقدين دي بروين. طبعا مانشستر سيتي خسرت 2-0، وتوتنهام عملت مباراه كبيره جدا، كانت بتلعب تكتيك كبير، بتدافع كويس، وبتطلع بالهجمه المرتده المنظمه، بتستغل الفرص، سجلت هدفين. ومانشستر سيتي حاولت بس فرصها ما كانش فيه توفيق. كان لها ضربة جزاء والحكم تغاضى عنها، شايفها ضربة جزاء بتاعت الشوط الثاني، دي ضربة جزاء وش. فكانت نتيجة مهمة جدا لتوتنهام، بداية علامة كاملة 6 نقط، ومانشستر سيتي بداية متذبذبة. يعني فازوا في أول ماتش، بس الماتش الثاني أداء سيء، واحنا لسه في البداية. بس ده إنذار شديد اللهجة لبيب جوارديولا ومانشستر سيتي، محتاجين يتحسنوا أكتر من تدعيمات. فرقة كبيرة المفروض لازم ترجع وتحافظ على تاريخها. الماتش اللي كان بعديه كان ماتش أرسنال وليدز يونايتد. أرسنال فتك بليدز يونايتد بخماسية، افترسهم بخماسية. يعني ليدز يونايتد ما جاتش أصلا، أرسنال كان بيعمل كل حاجة في الكورة. طبعا الأرسنال عمل مباراة كبيرة، سجل 5 أهداف. أبرز اللي كان متألق كان جيو كيريس، ده نجم الفريق، عمل ماتش كبير جدا وخلق فرص، سجل هدفين. طبعا الماتش شهد إصابة ساكا وأوديجار، طبعا إصابات مكيبة لأرتيتا. هو يطلع بماتش زي ده سهل، كسبان 5، ويطلع بإصابتين ومين لساكا واوديجارد، يعني هيفرقوا معاه. بس فوز مهم للارسنال بعد اول ماتش اللي كان سيء بس فاز فيه. بس الارسنال ماشي، يعني ايه، ماشي بنتائج كويسه، بس اداؤه محتاج بيتحسن واحده واحده. بس لسه طبعا ما لعبش فرق كبيره، فهنشوفه لسه في بدايه الموسم. بس طبعا علامه كامله، بداية قوية لأرسنال ب6 نقط. وطبعا الأرسنال كان قبل الماتش أعلن عن إضافة صفقة جديدة اللي هي لاعب إيزي. طبعا صفقة مهمة جدا للأرسنال. الأرسنال عامل ميركاتو صيفي قوي جدا، صرف ملايين كتير، نفس الكلام شبه ليفربول، صارفين فلوس كتير، حوالي داخلين على نص مليار. فيعني صارفين وعاملين صفقات قوية، فلازم ينافسوا السنة دي بالصفقات دي. فولهام ومانشستر يونايتد ماشي بنفس الشكل، تحس اللي هو ايه، اللعيبة ما تكسبوا بقى، ما يعني انتوا ليه بتحبوا تخسروا او تتعادلوا؟ يعني تحس الفرقه حب الخساره والفوز ده، والخساره والتعادل بقى عندهم يعني عادي. لازم يبقى عندها شراسه، لازم تكسب. تعادلت مع فولهام 1-1، سجلت الاول وقبلها، وضيعت ضربة جزاء في الاول عن طريق برونو. وطبعا سجلت بعد كده الهدف الاولاني، ترد عليها في الدقيقة حاجة و70 دقيقة، ده كنا داخلين على الدقيقة 80 هدف التعادل. وطبعا مباراة اليونايتد كويس، بس برضو على فترات مش افضل حاجة، ما بيخلص. تحس اللعيبة المفروض يبقى في شراسة،
هما يكسبوا وينافسوا. مانشستر يونايتد ده تاريخ يعني بالشكل ده، اللي هما يخسروا في اول ماتش بنتيجه وكانوا عاملين اداء، خسروا 1-0 من ارسنال، والماتش التاني تعادلوا مع فولهام خارج الارض 1-1، كان ممكن يكسبوا وضيعوا ضربة جزاء. فحاجة يعني نتيجة سيئة طبعا لمانشستر يونايتد، محتاج يحسن ولازم يكسب عشان بس أداؤه بيتطور واحدة واحدة. محتاجين بس يبقى في شراسة والمكسب يبقى عندهم، يجروا على المكسب. طبعا الماتش الأخير في الدوري الإنجليزي الجولة التانية كان ماتش ليفربول ونيوكاسل. الماتش ده كان ليفربول بيلعب خارج أرضه في ملعب نيوكاسل. ليفربول ما جاش الماتش ده خالص، أداؤه غير مقنع، مفيش أداء أصلا، محظوظ حظ السنين. نيوكاسل عملت مباراة كبيرة وخلقت فرص كتيرة وضيعت كتير. ليفربول خطف هدف من تسديدة خبطت في العارضة ودخلت، تسديدة ضعيفة برضو، مش تسديدة تحس لها بلياردو، تسديدة ما كانتش قوية، الحارس بس اتثبت فيها ودخلت. الهدف الأولاني في دقيقة 35 أو 37. بعد كده من نهاية الشوط الأولاني طرد للاعب نيوكاسل، ماتش فتح، دخلنا على الشوط التاني هدف برضه بتسديدة غريبة خبطت في القائم ودخلت، وبرضه ليفربول محظوظ. بعد كده نيوكاسل، ليفربول طبعا ما قدمش ولا خلق فرص ولا استحوذ وسجل بس، وكانت ماشية معاه والحظ كان لعب معاه. دخلنا بقى نيوكاسل، راحت سجلت الهدف الأولاني وسجلت الهدف التاني في الدقيقة 88. قلنا نيوكاسل ممكن تكسب أو تخرج بالتعادل. ليفربول خطف الهدف الثالث في الدقيقة 100 من أسيست محمد صلاح، هدف قاتل 3-2. بس ليفربول أداؤه غير مقنع، أداء سيء جدا مع أرني سلوت. بالأداء ده بالشكل ده لو استمر ليفربول هيخرج بموسم كارثي. طبعا هتقول لي ازاي وهو عمال يكسب؟ ما انت مش هتستمر معاك ان انت تكسب كل الماتشات بالشكل ده، هتلاقي فرق تقيلة، الفرق التقيلة دي هتديك على وشك. فالشكل دوت يعني غير مقنع خالص. ليفربول محتاج يحسن مع أدائه، وعنده عمل صفقات كتيرة وجايب صرف ميركاتو صيفي كبير جدا. محتاج الفرقة تظهر بشكل أقوى من كده وأحسن من كده. عنده مشاكل في نص الملعب، بعض المشاكل في الدفاع محتاجة تتظبط، واللعيبة تلعب في مراكزها ويظبط الخطة. ده كانت الجولة التانية من الدوري الإنجليزي، وأنا شايف بعض الفرق أفضل فريق لعب حتى الآن هو توتنهام. بالنسبة لي لعب ماتشين أداؤه يعني إيه مقنع إلى حد كبير. تشيلسي على فترات بس برضو كويس. ده كانت الجولة التانية من الدوري الإنجليزي. ندخل بقى على الدوري الأسباني الجولة التانية، وبرشلونة تعود بريمونتادا قوية جدا أمام ليفانتيا بعد ما كانت برشلونة خسرانة في الشوط الأولاني 2-0. برشلونة رجعت في الشوط الثاني في 3 دقايق بالظبط، دقيقة 49 دقيقة 52، هدفين ورا بعض، هدفين سرعة جدا. برشلونة تعادلت 2-2. الهدف الأولاني كان عن طريق تسديدة من بدري، ولا أجمل ولا أروع، تسديدة جامدة صاروخ، أفضل هدف في الأسبوع أعتقد. الهدف الثاني كان عن طريق فران توريس من ركنية، وبرشلونة وصلت الثواني الأخيرة وسجلت هدف ثالث، هدف عكسي فليفانت سجله في نفسه بالخطأ. وطبعا فوز مهم جدا لبرشلونة، بس في طبعا بعض المشاكل اللي هو في خط الدفاع طبعا دي مستمرة. اراوخو جنبه كوبارسي، الاثنين ما ينفعوش مع بعض خالص. وطبعا كان بيلعب إيريك جارسيا باك يمين. انا شايف برضو إيريك جارسيا ما يلعبش، يعني انت عندك كوندي وجددت عقده، مش عارف يعني. إيريك جارسيا طبعا لعيب كويس بس هجوميا طبعا مش زي كوندي. انت كوندي حطه على الدكة ليه ونزلته الشوط الثاني؟ ما تبتدي بيه. ودي بعض الحاجات. ونص الملعب انت بتلعب كنت بادئ بتشكيلة كاسادو جنب بدري، وبتلعب ب4-2-3-1. اللعيبة برضو طبعا عندك رافينيا بيلعب مكان اصلا راشفورد، فالاتنين اللعيبة ما كانتش تلعب في مركزها. يمين يامال هو اللي كان لحد ما بيلعب في مركزه، اما رافينيا كان ساقط تحت فران توريس. ماشي رافينيا يعرف يعملها، بس برضه رافينيا مش صانع العاب، انت هتلعبها محتاجة تتظبط. ممكن كنت بتلعب ب4-4-2 بس برضه في نص في الملعب مش بتتظبط. كاسادو كنت ممكن تلعب مكان كاسادو، تلعب بديونج وتلعب قدام ماشي راشفورد وعندك رافينيا ولامين يامال وتلعب فران توريس. بس برضو كنت محتاج برضو راشفورد محتاج يدخل في الفرقة اكتر بعيد، محتاج يتحسن بس واحدة واحدة. وطبعا رحت الشوط التاني راح معدل طبعا، طلع راشفورد سحبه ونزل طبعا اولمو ونزل جافي.
الفرقة ظبطت، فده اللي كنا بنتكلم عليه. تيجي بس نص الملعب تتظبط وراشفورد يدخل واحدة واحدة مع الفريق وتظبط. لو عايز تلعب ب4-2-3-1 تعمل نفس الخطة اللي أنا قلتها أو تعدلها زي ما أنت عايز، بس المهم يبقى نص الملعب قوي عشان تعرف تستخلص الكورة وتعرف تطلع بالكورة كويس. فدي كانت برشلونة وفوز مهم. وبرشلونة كان فيه لقطة كوميدية جدا طبعا، هانز فليك كان لقطة كانت مع كاسادو راح كان بيشيل له حاجة من على دماغه كده، فالتاني راح خبطه على ظهره، كان عنديله قفا مثلا. لقطة لذيذة كان قبل برشلونة تتعادل، فتحس بانك الروح اللي هو اخ كبير للعيبة، يعني حاجة لقطة لطيفة. وندخل بقى على اللقاء التاني اللي كان اتلتيكو مدريد وإلتشي، واتلتيكو مدريد بيتعادل 1-1. واتلتيكو مدريد بداية سيئة جدا مع دييجو سيميوني، خسر في الماتش الاولاني ضد اسبانيول وتعادل في الماتش التاني، في بدايه سيئه جدا. انا شايف سيميوني كفايه كده مع اتلتيكو مدريد، مفيش جديد بيقدمه، وحتى دفاعيا الفرقه افتقدت الدفاع واتغيرت خالص. فانا شايف مفيش جديد وبدايه سيئه جدا لاتلتيكو مدريد. والماتش الاخير ريال مدريد بيفوز على ريال افيدو 3-0. الشوط الاولاني هدف عن طريق كيليان امبابي، بس برضو الريال ما كانش بيلعب فينيسيوس، كان بيلعب رودريجو جنب كيليان امبابي، وفينيسيوس كان على الدكه. وتشابي الونسو انا شايف اللي هو يعني ما عندوش نجم في الفرقه، اي لعيب هيعترض على كلامه او هيشوف نفسه او هيتغر هيقعد على الدكه، ده الكلام لاي حد. ودي لقطه كويسه عشان يسيطر على الفريق. فينيسيوس نزله الشوط الثاني، الفرقه طبعا اتغيرت الشوط الثاني بعد نزول فينيسيوس تحديدا. نزل طبعا فرق مع الفريق، بقى كيليان امبابي في حد جنبه مبقاش يتمسك لوحده، بقى حرر كيليان امبابي لحد ما عمل اسيست كيليان امبابي سجل الهدف الثاني. وفي الوقت بدل ضايع سجل فينيسيوس الهدف الثالث. وفينيسيوس كان باين عليه الغضب بعد كان بيوجه رسالة لشخص أو حد ما بعد ما عمل اسيست لكيليان امبابي، فتحس اللي هو كان متضايق. وطبعا في نفسيات وحاجات، اللعيب عنده برضه في غيرة، تحس أصلا من الموسم اللي فات من كيليان امبابي وفينيسيوس. هل هيعملوا تشابي الونسو وهو هيبعد اللاعبين عن بعض أو هيخليهم غصب عنهم يبقوا جماعيين؟ فدي تشابي الونسو بيلعب عليها الفترة دي. فوز مهم للريال طبعا 3-0، وأداء إلى حد ما كويس، بس النتيجة أحسن إن هو فاز أخد 3 نقط. وطبعا زي ما قلنا دي كانت الجولة التانية من الدوري الأسباني، مستنيين الجولات التانية القادمة اللي هيحصل فيها. بس لو عجبت الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن. سلام.